مشاهد المرآة، ماذا ترى؟ هل أنت راض عن شكلك؟ أو هل أنت غير راض عن بعض الأشياء؟ لا تقلق، أنت الوحيد في هذه الأرض الذي لا يشبهك أحد، مظهرا وفيزيائيا وعقلا، ويجوز يشبهك شخص ما، لكن في بعض الأشياء البسيطة أنت خاص على وجه الكرة الأرضية. إليك 10 مميزات التي تمتلكها أنت فقط. قبل بدء بالحديث، إذا كنت غير مشترك في قناة مقياس العقل اشترك الآن. 10. الرائحة أو عطر الإنسان خاصة وخاصة له فقط. طبعا يجوز الآن تتعجب وتقول في الدنيا يعيش أكثر من 7 مليارات إنسان، ولا يمكن أن يكون روائحهم مختلفة. أقول لك نعم، تختلف روائحهم مثل بصمة الأصبع، لكل إنسان خاص به فقط. ولهذا قامت الحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بدراسة وإضافة إلى استخباراتهم موضوع خاصية الروائح لكشف وتثبيت هويات الناس. 9. العيون. في داخل أعيننا مكان اسمها إيرس الموجود في طرف لؤلؤة العين، وبهذا قامت في يومنا هذا كل من الحكومة الأمريكية والكندية بدراسة جيدة للموضوع وتثبيت الهوية لإيرس. قد تشبه عيوننا واحدا للآخر في العائلة أو في العشيرة، لكن تبقى إيرس فريدة في نوعها، وكل شخص له إيرس خاص به. 8. طريقة المشي. أجدادنا قبل 1.5 مليون سنة كانت طريقة مشيهم هي نفس طريقة المشي لنا لهذا اليوم، لكن تختلف طريقة المشي بين شخص لآخر. وقد أجريت الدراسات في السنة 1970 أن لكل شخص طريقة مشي تختلف عن باقي الناس. عند صغر عمرنا تكون طريقة المشي تابعة لنا شبيها لمشينا عندما نكبر، وطريقة المشي ناتج عن طول الساق وبنية الجسم. 7. الوجه هي الخاصية الفريدة والخاصية أكثر عرفا بين الناس، ومن خلالها نستطيع التميز بين الشخص والآخر. ولو تفكرت، لو كنا في هذا العالم نفس الأشكال لما كنا نعرف بعضنا البعض، ولضعنا في هذه العالم الكبير. لا يشبه توم 100% أحدهما الآخر، حتى لو كان في رحم الأم من بيضة واحدة، لكن تبقى الاختلافات الصغيرة والفروق مبنية. 6. دقات القلب. لكل إنسان دقات قلب فريدة لا تشبه من شخص إلى آخر. لكن لا يمكن أن تفرق بين الشخص عند سماعك بأذنه العادي. تتبين الفوارق من خلال أجهزة خاصة لدقات القلب، وإن اختلاف أصوات دقات القلب مبنيا على كبر وصغر حجم القلب. وقد قامت شركة أبل بإنتاج الساعات، وتفكر في إنتاج شفرات التشغيل للساعة من خلال دقات القلب لصاحب الساعة فقط، ولا يمكن غيره التلاعب بها. 5. الضحكة. ومن التمييزات المهمة بين البشر هي الضحكة، وإن لكل إنسان ضحكة خاصة بها. قد تفكر بعض الأشخاص أن ضحكتهم غير جميلة، لكن تبقى جمال الإنسان بضحكتها، ولا تستحي عندما تضحك من خلال مشاهدتك لشيء مضحك. 4. موجات الدماغ. إن موجات الدماغ تفرق بين شخص لآخر، وأيضا تفرق معه تفكير الإنسان، وقد يأتيك أشياء صائبة، وبنفس الحالة قد تفكر بها شخص آخر بأنها خاطئة. وبهذا الإنسان تختلف أيضا. أي موجات دماغك وتفكيرك خاصة بك فقط، ولا يوجد شخص آخر يشبهك.
ثالثا الصوت، عندما تتكلم وتخرج الأصوات، هذه الموجات الصوتية خاصة لك فقط. وبما أن لكل شخص صوت فريد، لكن في بعض الأحيان قد تقوم شخص بتغيير عضلات وجهه لتشبه صوته لشخص ما. وبهذا قد نتعلم أن قد يمكن تشبيه صوت إنسان إلى إنسان آخر، لكن تبقى الاختلافات. ثانيا DNA. إن DNA التي نمتلكها صغيرة جدا، ولكن فيها اختلاف من شخص لآخر، ولكل DNA فريدة من نوعها لكل شخص واحد. وقلت صغيرة إن DNA لكن كبيرة جدا عند التميز بين الأشخاص. إن إذا لم توضح عندك الفكرة أقوم بتوضيحها. إن ال DNA تمتلك 3.5 مليار كود حروف، لكن منها 16 مليون كود حروف فريد، لكل شخص 16 مليون حروف تختلف عن غيرها. وهذه الأرقام الكبيرة جدا، لكن بهذه الأرقام نتميز أن لبعضنا لون عيون أزرق، أو بشرة سمراء، أو شعر أصفر، وإلى آخره. وكل هذه تميزنا هي من خلال حروف الكود DNA. بصمة الأصبع. كلنا نعلم أن لكل شخص بصمة أصبع تختلف عن غيره، وتظهر بصمة أصبع عندما تكون بضعة أشهر في رحم الأم. وبما أننا نعلم نستفاد من هذه البصمة الأصبع في الطب العضلي، ولكن أيضا لنتعلم أنه قد أجريت دراسات حديثة تبين أن لمس الإنسان للشخص وقوة لمسه أيضا مبنيا على اختلافات بصمة الأصبع من إنسان لآخر. إن استفدت من هذه الفيديو لا تنسى الإعجاب للفيديو وكتابة تعليقك. اشتراك في القناة يدعمنا، لا تبخل في الاشتراك معنا لترى كل حصري وجديد في قناة مقياس العقل.